سفارة الجزائر بفرنسا تتدخل وتفرج عن يوسف بلايلي. لكن قبل المتابعة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات وكذلك الإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أطلق سراح اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي اليوم الأربعاء بعد تدخل سفارة الجزائر بفرنسا. جاء ذلك بعد أن اقتاد الأمن الفرنسي اللاعب يوسف بلايلي إلى مركز الشرطة بمطار رواسي شارل ديغول بالعاصمة باريس، وهذا بعد مشاهدة كلامية حادة لصانع ألعاب الخضر مع طاقم الخطوط الجوية الفرنسية. هذا وكان الدولي الجزائري عائدا من أمريكا، حيث شارك مع فريقه الترجي التونسي في منافسة كأس العالم للأندية، واستقل طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية. هذا وعامل طاقم الخطوط الجوية الفرنسية بأسلوب فظ ابن يوسف بلايلي، كونه لم يربط حزام الأمن، وهو ما جعل الأب يوسف بلايلي يرد على هذا السلوك الفرنسي الجاف. وفور علمها بالأمر تدخلت سفارة الجزائر بفرنسا وأخلي سبيل يوسف بلايلي، بينما بقي شقيقه فارس رهن الاعتقال. هذا وما زال يوسف بلايلي لم يغادر التراب الفرنسي بعد، في انتظار إخلاء سبيل شقيقه فارس. هذا وتعكس هذه الحادثة مدى تكالب النظام الفرنسي وسعيه الحثيث لاستفزاز الجزائريين، مثلما كان الشأن في خريف 2023 مع قضية يوسف عطال.